الكيميائيين 90% ورا الشمس، 90% من الكيميائيين عشان افساد الزراعه والصناعه وافساد كل حاجه في البلد. التعاون عندنا فيه يعني امثله كتيره برضه. الكيميائيين لازم بص احنا بنحيي بقى الحاج شعبان ونقول له ربنا يديك الصحة والعافية ويديك طول العمر وكل حبايبك هيفضلوا مستمرين معاك بصراحة كلهم، حتى لو في كيمياء قل معاك في يوم من الايام برضه مش الامور هتبقى ماشيه كويس ان شاء الله يعني، برضه هنخليهم يتعاملوا معاك. الدنيا بخير ومش دايما الا المعروف، وهو اصيل صراحه الناس الاسره الحاج شعبان لا مش ممتاز، مش معظم الكيميائيين هيخشوا النار. اهو يا باشمهندس عاوزين نسمع كلمه منك كده لسه هو عشان احنا انا قلت ان هو هيخش النار بعد اذنك. من النار ايه؟ لما وصلوا ولا حطوهم لا من الكيميائيات انا فاكره بعمله لا هو راجل فين؟ راجل فين؟ ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحتفل بتخريج احد رجال الامن الصناعي واحد دعائمه الهامه جدا، كما بالامس تخرج الزميل احمد عبد النبي، ذلك ولعله يكون خيرا لهم ويعيننا ربنا على وقتنا. خير ما نبتدئ به هذا الحفل وآيات من ذكر الله الحكيم. يتفضل المهندس محمد صلاح أباري بتلاوته. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أسرة الجمعية التعاونية للبترول بالإسكندرية، وليتفضل مشكورا بإدارة هذا الحفل. اتفضل يا أستاذ عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا مش قد الكلمة اللي قالها الدكتور وجدي عليا، دي كبيرة جدا أعتز بيها. احنا النهارده كنا بنتقابل مع بعضينا في حفل تكريم أخ عزيز علينا، عاشرناه مدة طويلة، أخويا شعبان. أنا بتوجه بالشكر لقطاع الأمن الصناعي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة النقابة. وباللي حبيت أتكلم على شعبان، أنا هيعجز اللسان فعلا عن أن أوصفه في أي حاجة. يكفيه فخرا أنه لآخر يوم في العمل هو معانا، وما كلش ولا تعب ولا قال أي حاجة. لكن عزائنا الوحيد أنه ساب لنا برضك بنت عزيزة علينا شغالة مع الأستاذ عبد العزيز في قطاع الحسابات. بس أنا يعني بعد يعني مش عايز أقول لكم، عايز أطمنكم على حاجة. في مجلس الإدارة الأخير عرض علينا نتائج ال9 شهور، فالحمد لله تم تحقيق أرباح 108 مليون جنيه في خلال ال9 شهور. وقبل ما أي زميل يعلق يقول لي عمليات جارية ولا لا، هو المحصلة النهائية للتعاون للبترول في خلال ال9 شهور 108 مليون جنيه في الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها. أنا ليا رجاء بس وحيد، الجمعية في احتياج شديد ان كلنا نحط ايدينا في ايد بعض بترس واحد عشان الجمعية تزدهر ونعدي الوقت العصيب اللي احنا فيه. برضك رجاء خاص، معلش ده خاص مني شخصيا، الجماعة اللي بيكتبوا يا جماعة يتحروا الدقة في كتابتهم، هم احرارا تماما فيما يكتبون او فيما يقولون او اي حاجة، بس اللي بطلبه منهم يتحروا الدقة. وانا بتكلم بالاصالة عن نفسي باسم اللجنة النقابية، احنا في ايديكم. لو في حتة فيها فساد احنا ايديكم، واحنا معاكم قبل اي حد ضد اي حد فاسد. لكن نلقي التهم جزافا على اي حد لا، حرام، لان انتوا مش بتشوه الجمعية، انت بتشوه اشخاص بيتعبوا جدا. منطقة اسكندرية باعتراف الوزارة وباعتراف الهيئة من احسن المناطق اللي موجودة، ويكفيكوا فخرا ان خلال الازمة ان كلكم انتم كامن صناعي بيتم سواقين اشتغلوا، مفيش حد اتأخر. كان الشركات التانية قفلت وما عملتش اي حاجة واحنا تعبنا، لكن كلامنا هو اللي بيسيء الينا. فارجو رجاء خاص مرة تانية، ان كان في حد يملك اي حاجة على اي فساد في اي منطقة، انا بقول لكم اللجنة النقابية بالكامل واقفة معاكم وقبليكم ضد اي شخص ولو حتى الوزير نفسه، بس يبقى في ورق، في حقائق موجودة تحت ايديكم. معلش انا تدخلت، هو المفروض ما اتكلمش في الحتة دي في الوقت الحفل الكريم اللي احنا فيه، بس انا حبيت اوجه حتة صغيرة عشان بتأثر
على الشركة. نرجع للحفلة بتاعتنا، احنا بنقول للأستاذ شعبان: يا أستاذ شعبان، احنا بيوتنا مكاتبنا مفتوحة لك، وطبعا هي الشجرة عمالة تنزل ورقة ورا ورقة وراه. احنا جايين لك يا شعبان، دكتور وجدي وانا وكلنا طالعين، ومحمد خليل اللي عمال يشاور لي ده قبلينا جايز يعني وفي النهاية يعني انا بشكركم على دعوتكم الكريمة، واحنا تحت امركم في اي وقت وفي اي مكان وفي اي حفل، احنا تحت امركم. ودلوقتي الاستاذ عصام، استاذ عصام مستخبي ليه يا استاذ عصام؟ الاستاذ المحاسب الاستاذ عبد اللطيف رئيس النقابه عضو النقابه العامه، واشكر الجمع دوت كله، واقول له يا عم شعبان انت هتفضل في قلوبنا ليل نهار، لان بصراحه من الناس المحترمه العزيزه علينا جدا جدا، وربنا يوفقه في حياته اللي جايه ان شاء الله، ونتمنى له التوفيق، وعقبال كده ربنا يكرمه بحجه ان شاء الله مبروره ان شاء الله قريب. هو والجميع كله ان شاء الله. شعبان ده احنا بدأنا مع بعض يعني من اول ما العيله واحنا بنشوف بعض، كان من الناس اللي بتشرف في شغله وتشرف الرجاله بتاعتها، يعني كان انسان امين جدا في شغله، ملتزم في شغله، كل يوم يحضر الصبح ويمشي في اخر النهار، يفضل ملتزم بعمله وملتزم بالتعليمات اللي عنده. انا مش عارف اقول له ايه، كل اللي اقدر اقوله له يا شعبان ربنا يجعل الايام الجايه احسن من اللي فات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. معانا فكرة اللجنة النقابية اللي بيعرفوا شوية في الحسابات قبل ما هو يقولها، أنا بقولها له، وليتفضل الأستاذ نبيل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. الأستاذ الفاضل الأستاذ عبد اللطيف خميس رئيس اللجنة النقابية، السادة الأفاضل مدير القطاعات، السادة الأفاضل الأخوة الزملاء. هو طبعا الأستاذ عبد اللطيف أول ما بيقول فكرة اللجنة النقابية فأنا على طول بستشعر الحرج، لأن الراجل بيديني أكتر من حجم بصراحة. لكن أنا عايز أقول لعم شعبان، عم شعبان أنا ما عاشرتوش أو زميلته كزميل في العمل، ولكن أنا قربت من إدارة الأمن الصناعي، وأقسم لكم بالله يا جماعة إدارة الأمن الصناعي الإدارة الوحيدة اللي في الشركة، أول ما بكون موجود معاهم بحس بطمأنينة وونس غريب جدا. يمكن عشان الله يرحمه خدم فيها، واذكر ليه واقع قالها لي، قال لي والله يا نبيل انا بقالي 35 سنه خدمه، نظري ما تحسنش، يعني الانسان كل ما يتقدم بيه العمر نظره المفروض بيخس درجه درجتين على حسب، لكن هو اقسم لي بالله العظيم ان في استاذ دكتور كشف عليه قال له والله يا باشمهندس انت نظرك زاد في السنتين الاخرين دول، ودي كانت اعظم يا نبيل وافضل سنتين خدمه قضيتهم في حياتي اللي كانوا في اداره الامن الصناعي. حقيقي. وانا اقسم لكم بالله شخصيا، انا شخصيا الحفله بتاعت احمد عبد النبي، الحفله بتاعت عم احمد عبد النبي مرورا بعم شعبان، حقيقه حفلتين من اجمل الحفلات انا حضرتهم، لسبب كلامي اللي انا بقول الاداره. وفي النهاية يعني أنا بشكركم على دعوتكم الكريمة، واحنا تحت امركم في اي وقت وفي اي مكان وفي اي حفل، احنا تحت امركم. ودلوقتي ندي الكلمة ناخدها من اليمين واحنا ماشيين. طبعا يمثل يعني زملاء مطروح موجودين معانا، فلا تفضل احدهم يعني يدينا كلمة كده.
الله. سبحان من سبب الأسباب وسبحان من فتح الأبواب وجعل الجنة لمن صلى وتاب وجعل النار لمن عصى وخاف. نشكر الأخ شعبان كل الشكر والتقدير على مجهوداته اللي بذلها معنا في مطروح، وأخ فاضل وكريم. ونشكر كل الزملاء الموجودين والحاضرين هذا الحفل واللي ما جوش أصلا برضه للحفل، نشكرهم كل الشكر. ونتمنى لك حياة طيبة خارج الشركة، ونحن تحت أمرك في مطروح برضو أخوة وزملاء، بيوتنا مفتوحة لك ونشكركم. ربنا يجعله في ميزانه حسناته. فليتفضل المهندس أحمد عيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أنا بقدم اعتذاري للأخ أحمد عبد النبي لعدم حضور حفلته، وأنا ذكرت له إن السبب كان سهو مني، فكان غير سهو وكان غير مقصود. فبداية أنا بعتذر له وأتمنى له التوفيق والسعادة في حياته المستقبلية. أنا اشتغلت 18 سنة في العمليات متلازم، شغلي دائما مع الأمن الصناعي. شغل العمليات في ارتباط كلي وجزئي بالأمن الصناعي، فأنا محتكين برجال الأمن الصناعي من أول ما بدأت حياتي. الحاج شعبان كان حركة دؤوبة، ودائما هو فاهم شغلته ومحافظ عليها وفاهم هو بيعمل ايه وقد عمله بإتقان ونشاط. فالحاج شعبان والحاج احمد عبد النبي من الناس اللي كانوا متميزين جدا في النهارده طبعا جايين في حفله عم شعبان، الراجل الطيب السكره اللي عمره ما زعل حد، اللي طول عمره كان واقف جنب مننا واحنا شباب صغير، ودايما كان يشجعنا ودايما كان يقول لنا المستقبل ليكم. وعم شعبان يعني الواحد مش عارف بصراحه يقول له ايه، لان انا استلمت منه الشغل. وبعدين اول حاجه لما استلمت منه الشغل قعد يعلمني الشغل وقال لي يا محمد خلي بالك الشغل دوت محتاج امانه. اول حاجه الشغلانه بتاعتنا ديت اهم حاجه تكون يقظ فيها، وتاني حاجه الامانه، لان بالامانه ديت هتبقى سمعتك كويسه وسط الشركه. وقال لي لما اطلع على المعاش انا هاجي لك كل يوم الصبح هقعد معاك اعلمك برضه الشغل، والتليفون بتاعي مفتوح 24 ساعه. ان شاء الله عم شعبان ربنا يوفقك كده اهوت، ودايما كده نجيلك في الفرح وربنا يكرمك في حجه كده اهوت طيبه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. قبل احنا كلنا في شوق لسماع كلمان. بطلي كلام ونسمع كلمه بتقوليها لبابا. اتفضلي. تقدري؟ لا تسمع اي حاجه كده مزعلك في ايه؟ يعني احكي لنا حاجه يعني. هيوقفني على فكره. بابا علمني حاجات كتيره قوي، الشقه بصراحه تبقى ضلمه من غيره يعني. مش هقدر اتكلم. زي ما قلت بكرر، احمد عبد النبي حافظ فعلا كل محطه فيها ايه بالظبط. والله زي ما بقول لكم كده بدون ما يفتح ورقه ما شاء الله. اخونا شعبان هو طبعا دلوقتي واحد بيتكلموا في الموبايل وسيبنا مش مشكله، لكن بامانه هو احد الدروس الرئيسيه فعلا في الاداره. والحمد لله ان منطقه اسكندريه بصفه عامه بلا مبالغه هي افضل مناطق الجمعيه بالكامل اسكندريه، لان هي اقل منطقه مشاكل على مستوى الجمعيه. في نفس الوقت اذا اتكلمنا عن قطاع السلامه، قطاع السلامه الحمد لله من اكثر القطاعات برضو المترابطه واللي يكاد يكون تقريبا ما فيهاش نسبه اشكالات زي القطاعات الثانيه. الحمد لله احنا يقع علينا عبء جامد جدا، وانا بذكركم بنقطه مهمه جدا.
باسلوب عملنا مع كل الناس اللي اشتغلت معايا عن قريب. النموذج بتاع التصريح اللي بتشتغلوا بيه تصريح اللحام، النموذج ده طبعا يعني ربنا اكرمني وانا كنت حطيت معظم بنوده ونقطه وصلحته بطريقه قانونيه وفنيه. لما جت بتروسيف ماشي لما جت بتروسيف الراجل بتاع بتروسيف مسك البنود كلها وقال ايه؟ قال ده المفروض شركات البترول كلها تمشي بهذا النموذج لان ده فعلا افضل نموذج انا شفته على مستوى القطاع. النهارده يا ريت تمسكوا كل بند في النموذج، وانت بتقوم باي عمليه بتنفذها حاليا في المنطقه تراجع ان هذا النموذج يكون مستوفي الاشتراطات صح. ليه؟ لان استيفاء هذا النموذج للاشتراطات بيحميك وبيحمي المواقع الاخرى. النهارده كلنا معاصرين جزء احد زمايلنا يعني اتورط في البيع، واحنا كلنا نعلم ان هو انسان كويس جدا وعلى خلق وربنا يكرمه ونعرف نطلعه. اللي انا بقوله يا جماعه ان احنا في مرحله حرجه جدا، وبعض القيادات اللي بتدي تعليمات شفويه بتتنصل وبتسيب الراجل يغرق. المفروض النهارده انا لما اقول لفلان اعمل حاجه، لو جرى له حاجه انا اول واحد اروح اشيل عنه، مش هجراه واهرب انا. النهارده يا حضرات احنا في نعمه لازم نحافظ عليها. بالنسبه للكلمه اللي قالها اخويا الاستاذ عبد اللطيف، الحقيقه هو اتكلم صح جدا جدا في نقطه، والحقيقه هي كل النقاط اللي قالها مهمه جدا، لكن انا بؤكد على نقطه معينه هو قالها. الاسبوع اللي فات انا كنت مدعو على مستوى النقابات واسكندريه، وكان بيحضر ممثلين من النقابات على مستوى مصر النقابات الخاصه، وبيحضر اعضاء مجلس الشعب. ففوجئت في هذا التجمع الكبير اللي هو فيه النقابات بتاعت البلد واعضاء مجلس الشعب، للاسف الشديد فوجئت ان اعضاء مجلس الشعب بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا جماعه اللي يعرف اي فساد او اي حاجه غلط في قطاع البترول يقول لنا. ونفس الوضع الصحفيين، كان في حوالي 9 صحفيين بمجرد ما عرفوا ان انا واحد من قطاع البترول لقيتهم سابوا كل الناس وجم يقول لك اي حاجه. النهارده حضرات لازم يبقى عندنا وعي ونحرص على النعمه اللي احنا فيها. الصحافه، اعضاء مجلس الشعب، ناس في الدوله مستهدفه قطاع البترول. مهما كانت خلافاتنا مع بعض داخل قطاعاتنا لازم نبقى ايد واحده امام الجبهات الخارجيه. صدقوني اللي انا شفته الناس عايزه تنهش في القطاع.